في الفيديو ده النهارده باذن الله هنعمل طريقه للفراخ تبقى مقرمشه من غير بقى ما تعملي خلطات ولا دقيق ولا اي كلام من ده. هنعمل النهارده الفراخ دبابيس بطريقه جميله وهتبقى مقرمشه وزي الفل كده زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي. نبدا كده ونصلي على النبي ونسمي بالله وبسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا يا حبايب قلبي نعمل النهارده. طبعا انا من بقالي فتره ما صورتش معاكم، كان عندي وعكه كده صحيه، يا رب العافيك عافينا وعافيكم يا رب. النهارده حبايب قلبي قلت كده اسلم على حبايب قلبي اللي وحشوني. وهنعمل النهارده فراخ. بصوا انا معايا هنا دبابيس فراخ. هنعملها مقرمشه وجميله ومن غير بقى ما نستنى بقى نعملها بقى نجيب خلطه دقيق، لا دي لا دي هنعملها جميله وهتبقى مقرمشه. هنسلقها الاول زي ما انتم شايفين. انا جبت هنا شويه زيت طبعا في الحله والدبابيس كنت غسلها زي الفل كده وبدات بقى اشوحها كده في الزيت وفص مستكه وحبهان وكمان بصلايه، ونزلت بقى بميه. بصوا ميه هتغلي، بصوا غلي، لازم تكون ميه مغليه. انا غليها الاول كده وبعدين نزلت بقى على الدبابيس بتاعتنا زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي. جميله جميله وهتبقى مقرمشه وزي الفل. هنعمل جنبها بقى طبق بسله كده. هنجيب بصله كده هنشوحها، وهنجيب بقى البسله بتاعتنا طبعا كنت مطلعاها. هنجيبها نبدا بعد البصله كده ما اصفرت كده ودبلت، مش بخليهاش لما تحمر قوي او يعني تغمقي معانا، لا انا بسيبها كده يا دوبك تدبل كده شويه وبقوم بقى نازله بالبسله بتاعتنا. طبعا البسله متفرزه و... و... وجاهزه على طول يعني. هنبدأ بقى حطيناها كده نزلناها كده على البصلة وهنهد عليها بقى النار لعند ما تفك معانا وتستوي، حبيتها كده تستوي. هنغطي عليها بقى ونسيبها على جنب كده، وهنشوف بقى هنعمل ايه في الفراخ بتاعتنا. هيبقى طبق فراخ مقرمشة وجميلة يا حبايب قلبي. احسن بصوا احنا بنشوفها بتيجي من المطاعم مقرمشة، دي هتبقى احلى منها كمان. طبعا الفراخ بتاعتنا استوت، طلعتها كده بس لازم تبرد، يعني تطلعيها تبرد بعد ما تستوي تطلعيها كده تبرد. وجبت هنا بصوا خدنا هنا كرنيب شوربه من شوربه الفراخ ونزلنا فيها بمعلقه نشا. نزلنا بمعلقه نشا في الكرنيب شوربه، خدناه من الشوربه بتاعه الفراخ اللي الفراخ مسلوقه فيها. وجبنا هنا معلقه نشا. بصوا ما اقولكمش لا تحتاجي بقى، هتبقى احسن من مقرمشه وزي الفل. دي السر في النهارده في الفراخ بتاعتنا انها تبقى مقرمشه. نبدأ بقى كده نحط كده الفراخ بقى في النشا كده. نبصوا نغلفها كده بالخليط اللي احنا عملناه، النشا مع الشوربة. بصوا بقى انا جبت هنا بقى البولة بتاعتنا بتتدحرج كده، فاني بجيب كده بالمعلقة من خليط النشا على الشوربة، وهنخلي الفراخ كلها تتغلف بالنشا والشرب. وهنبدأ بقى كده ناخدها كده بصوا نصفها كده وعلى الزيت سخن بقى على طول، وهتحمري احلى فراخ وهتاكلي احلى فراخ مقرمشه وزي الفل زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي. النهارده قلت هعمل معاكم الخطوه الجميله للفراخ ديت. طبعا اي فراخ بقى، لو حتى فرخه سليمه هتقطعيها 4/4 او هتقطعيها 8 قطع او هتقطعيها نص فرخ، المهم يكون عندك فراخ عايزاها تبقى مقرمشه. اعملي الطريقه اللي انا عملتها دي. لازم يا حبايب قلبي النشا مع الشوربه بتديها قرمشه جميله جميله، ولون ما اقدرش اقول لكم ذهبي كده ومقرمش وزي الفل. انا كنت جا عندي بصراحه نص كيلو دبابيس كده، وبواقي برضو حته فرخه كنت جايبه، يعني صدره فرخه كده عملت منها بناه وفاضل الحته دي. قلت هنعملها النهارده بالطريقه دي جميله جميله. بصوا ما اقدرش اقول لكم القرمشه. انا طبعا انا بقى مصور الاول وبعدين برجع منتج الفيديو. كنت عايزه اسمعكم القرمشه، ولكن هتجربوها انتوا بنفسكم وهتشوفوها بعد ما تحمروها، تشوفوا القرمشه اللي فيها والجمال، والفراخ المقرمشه الجميله وطريه كده من جوه وزي الفل ومستويه. بصوا نغمسها كده في الشوربه بالنشا ونطلعها على الزيت على طول. ما اقدرش اقول لكم ولا بتشرب زيت كتير ولا اي حاجه، وبتبقى لونها جميل وتحفه كده واحسن من بصوا اقول لكم. يعني دي بديل لما انت مش مكسله مثلا تعملي دبابيس فيجيتار مثلا او كنتاكي او كده مقرمشه بالخلطات اللي انت بتشوفيها دي، لا دي احسن كمان وتبقى جميله. طبعا خلصنا الدبابيس بتاعتنا عملناها زي ما انتم شايفين جميله، ما اقدرش اقول لكم على قرمشتها وجمالها ولونها الجميل. وعملنا هنا طبق بسله بقى زي الفل، معانا بسله طبق عملنا كده خضار بسله ورز ابيض. بقى عايزه تعملوا رز بشعريه،
عايزه تعمليها بقى الفراخ وتعملي جنبها مكرونه عادي خالص وجميله. وده كان الفيديو بتاعنا يا حبايب قلبي. وجربي الفراخ بالطريقه دي حتى لو فرخه سليمه، افخاد، دبابيس، اعمليها كده وحمرها بالطريقه معلقه النشا دي سحريه مع الشوربه اللي هي بتاعت الفرخ. وده كان الفيديو بتاعنا يا حبايب قلبي. ولو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه. اشوف وشكم على